هو ايه الفليبنج او ايه اعادة البيع؟ وهل حقيقي ان انا النهارده لو اشتريت عقار اقدر خلال 3 شهور بس ابيع واكسب منه؟ السؤال ده بيجي لي من كتير من العملاء، لان بيكون سمع من حد بيعرض عليه عقار بيقول له اشتري دلوقتي و3 شهور وهبيع لك باوفر وتكسب. الفليبنج يا صديقي باختصار هو ان انت تشتري عقار النهارده، تستنى عليه فترة سعره يزيد يبقى بسعر اعلى، فتقدر انت تعمل متوسط سعر بين سعر اللي انت شاري بيه وسعر السوق دلوقتي وتبيع وتحقق مكسب. ده بيحصل، اكيد بيحصل، ولكن الموضوع مش بالسهولة اللي ممكن تكون حضرتك وصلت لك بيها. لان في الفترة الاخيرة سمعنا عن ناس متعثرة او مش قادرة تكمل لان هو دخل في استثمار عقاري هو لا يمتلك من قيمته الا ال 10% اللي دفعها او ال 5% اللي دفعها، وكان متخيل انه هيبيع ويكسب بسرعة. ولكن الحقيقة ان الاستثمار العقاري زي ما بنتكلم دايما مع بعض محتاج وقت، ومحتاج اختيار مميز او اختيار كويس، ومحتاج بعض العوامل اللي بتنجح الاستثمار العقاري. فانت ما تتخدعش بفكرة ان انت اشتري النهاردة وهتبيع وتكسب بكرة، لان الاستثمار هو زي ما قلنا قبل كده في المثال بتاع الشجرة، هو ان انت هتزرع بذرة وتستنى عليها لغاية ما تنمو وتكبر، وبعدين تقدر ان انت تبيعها او تاخد من الثمار بتاعتها وهكذا. فانا جاي اقول لك النهاردة ان الفليبنج في العقارات بيحصل، وحصل لناس كتير، وانت اكيد سمعت قصص ناجحة لناس كسبت من البيع او من اعادة البيع في العقارات، ولكن هو ليه طريقة بتخليه يحصل بشكل ناجح. فلو انت مش عارف الطريقة استعين بحد يعرفها، او اتعلم اصول اللعبة صح علشان تقدر تكسب الجيم وتعمل استثمار ناجح. لو عايز تعرف اكتر عن الاستثمار العقاري تابعني واكيد هساعدك.